يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده جوله جديده من جولاتنا في شوارع القاهره. وجولتنا النهارده من ضمن جولات استعدادات القاهره لاستقبال شهر رمضان الكريم. خلاص يا جماعه، كلها كام يوم ونستقبل شهر رمضان الكريم. حاليا النهارده جولتنا هتكون فين؟ جولتنا النهارده هتكون من شارع السد اللي قدامنا ده. شارع السد مفيش مكان لقدم، الدنيا زحمه جدا جدا جدا. انا كده واقف في ميدان السيده زينب، على يميني كده طبعا تكمله شارع بورسعيد، في ظهري كده شارع الكومي، على شمالي هيكون مسجد السيده زينب. واللي قدامي ده يا جماعه والزحمه اللي قدامكم الرهيبه دي، ده كده شارع السد او شارع يوسف السباعي. على شمالنا زي ما قلت لكم ده كده مسجد السيده زينب. يعني اللي عايز يجي تاخد شارع بورسعيد، ومن عندي ميدان السيده زينب اللي انا واقف فيه كده حاليا، تخلي مسجد السيده زينب على شمالك وتاخد الشارع الجانبي اللي هو شارع السد او شارع يوسف السباعي. شارعنا انا مش عارف همشي فيه ازاي، بس هصور بقى. انا جيت يبقى لازم اصور، فما ينفعش ما اصورش. فده كده يا جماعه شارع السد بجماله بقى، بزحمته، بكل حاجه فيه. خلاص بقى الناس بقى بتفنش بقى، عشان خلاص فاضل على رمضان كام يوم، والناس عايزه بقى تشتري بقى. اللي ما لحقش يشتري بينزل يشتري. فكل سنه وانتم طيبين، وتعالوا بقى يلا نبتدي جولتنا، وربنا يستر واعرف اصور لكم حلقه كويسه تعرفوا تشوفوها كويس. يلا بينا نبتدي جولتنا. هو بصراحه انا مش عارف ابتدي الجوله ازاي، بس اكيد هنبتدي يعني. دعواتكم كده بقى معانا. على شمالنا كده ده مسجد السيده زينب يا جماعه. مسجد السيده زينب انا صورته قبل كده في جوله، اعتقد دخلت صورته من جوه. لو حابين تتفرجوا عليها ممكن ابقى احط لكم اللينك الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. ده كده شارع بورسعيد. تعالوا يلا بينا بقى ندخل شارع السد، ويلا بينا بقى نبتدي جولتنا في شارعنا الزحمه كلها يا جماعه. يومين ثلاثه ورمضان يهل علينا، كل سنه وانتم طيبين. وحاليا كده احنا في بدايه شارع السد، وجنبي جوز عيال فظاع صداع، بس عيال صغيره بس جميله يعني، اهو بيكافحوا يعني. خلينا المهم نرجع لجولتنا. المهم انا مش عارف اركز بينهم. خلينا نكمل. ايوه حبيبي، حاضر ماشي ان شاء الله هصورك في اخر الفيديو. نرجع بقى نكمل. في ده كده احنا في بدايه شارع السد. دي كده بقى كل الخيم او كل الشوادر اللي بتبيع فوانيس. هحاول كده اصورها لكم كلها وانا واقف. هحاول، مش هقدر امشي كتير زي ما انتم شايفين الزحمه كتير جدا. هنحاول كده نعمل لقطات كده بسيطه نقدر نصور بيها شكل الشارع. طبعا الشارع هو شارع رئيسي بيعدي فيه العربيات، فالعربيات مع الناس اللي هي جايه تلحق بقى اللي ما اشترتش. فعاملين كده بقى ايه خليط جامد جدا، فمخلين الشارع كله واقف زي ما انتم شايفين. المهم بقى نرجع لشارعنا الجميل. طبعا شارعنا شارع السد انا كنت لسه مصوره من كام يوم، برضو كنت مصوره، بس كنت مصوره بالنهار. والنهارده برضو جيت اصوره بالليل بناء على طلبكم او طلب بعض منكم ان هم عايزين اصور الشارع بالليل. وفعلا الشارع ما احلاش غير بالليل، بس هي برضو كانت عايزه كاميرا كويسه شويه عشان تشوفوا جمال الشارع. الكاميرا اللي معايا التصوير الليلي بتاعها بيخلي الصوره مبكسله شويه. المهم برضو انتوا هتشوفوا ملامح، وبرضو هتشوفوا ان شاء الله. هحاول بقدر الامكان اوريكم صوره كويسه. معلش بس استحملوا الوالدين الحلوين اللي جنب دول هم بيبيعوا طبعا، فبينادوا على الحاجه بتاعتهم. شارعنا شارع السد زي ما قلت لكم من علامات يعني شهر رمضان. ما ينفعش يجي شهر رمضان وما ننزلش بصراحه، تنزل تتمشى في الشارع ده او تشتري منه فانوس. والمهم تعالوا بقى نتنقل لمكان تاني ونشوف فيو تاني للشارع الجميل. تعالوا بقى نودع بقى الجميلين اللي كانوا جنب دول، عملوا بقى سسبنس شويه. يلا سلام، يلا سلام انت كمان، يلا كل سنه وانتم طيبين. وكده بقى انا اتنقلت الناحيه التانيه عشان اقدر برضو اصور لكم الشارع. هو بصوا انا مش قادر امشي في الشارع اصلا، يعني الشارع من العربيات والناس كتير، فصعب اعرف اصور. مش ان انا امشي اصور، مش هتشوفوا حاجه اصلا من الزحمه يعني اللي في الشارع. فخلينا كده ناخد كادرات كده واحنا واقفين ونشوف يعني الشارع ومحتواه كده، او صوره بانوراميه للشارع بالظبط كده. ده كده احنا في شارع السد. ماشي، رمضان كريم. تعالوا بقى انقلكم اوديكم شادر كبير قوي بيبيع فوانيس من اجمل الشوادر اللي موجوده هنا في شارع السد، ونتفرج عليه مع بعض. ورجعت لكم تاني. هسيبكم بقى شويه مع الفوانيس الجميله اللي هنا دي. انا كنت صورتها لكم برده في الحلقه الاولى بالنهار، مش عارف بقى هتشوفوها الحلقه دي حلوه ولا لا. بس والفوانيس منوره يا جماعه، شكل الشارع حاجه تانية خالص. والخيم دي كلها وهي منوره، النور بتاعها مع ناره الفوانيس مع التعليق بجد حاجه قمه الروعه. هسيبكم بقى شويه كده مع الشادر الجميل ده والفوانيس الاجمل، وهرجع لكم كمان شويه.
ورجعت لكم تاني، ودي كانت معالمنا، ودي كان شكل شارعنا الجميل النهارده في حلقتنا في شارع السد او منطقه السيده زينب الجميله. شارع جميل، شارع هو انا عارف هو زحمه شايفين الزحمه عامله ازاي، مفيش مكان لبشر. خلاص يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم جميعا يا رب. دي جولة النهارده، انا اسف لان انا ما بتكلمش فيها كتير، بس فعلا انا مش عارف اتكلم وسط الزحمه دي. شارعنا وبشوادرنا بجد استقبال شهر رمضان في مصر حاجه تانية. ده كده مكان تاني برضو في نفس الشارع، احنا لسه في نفس الشارع ما رحتش بعيد عنه. كده قدرت اغطي لكم الاماكن الجميله اللي ممكن تقدر تتمشى فيها في رمضان او تستقبل بيها شهر رمضان. انزلوا اتمشوا واتفرجوا على الحاجات الجميله دي، بجد حاجه بتخلي الواحد مبسوط، حتى لو هو مش مبسوط ومتضايق بتلاقي نفسك مبسوط تلقائيا من فرحه الناس حواليك. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ورمضان كريم كده عليكم. اتمنى يا رب النهارده الحلقه تكون سريعه كده وعجباكم. انا عارف الحلقه مش طويله، انا عارف الحلقه ما فيهاش كلام كتير، بس الحلقه هي جايه ان احنا نصور الاماكن الحلوه دي ونتفرج عليها بعيننا، مش هنسمعها بودننا. فاتمنى يا رب الحلقه تعجبكم. دي بقى شكل تاني للزينه، زينه مستحدثه. يعني احنا زمان احنا كنا بنحط فانوس او اللي هي الحاجات الشرايط او اللي هي الحبال دي اللي هي بتاعت زينه رمضان. دي بقى الزينه الكهربائيه، افرع نور كده جميله تعلقها بقى في البلكونه، تعلقها في الاوضه، تعلقها في الصاله، بتعمل زينه كده وجو جميل كده في البيت بمناسبه بقى ايه شهر رمضان الكريم. حاجه كده بتبقى مميزه
لشهر رمضان، ما بتتركبش عندنا غير في شهر رمضان بس. امشي كده في مصر او في القاهره او في اي حته في مصر هتلاقي كده البلكونات متزينه بافرع النور الجميله دي، حاجه كده بتخلي الدنيا مبهجه. كده خلاص احنا خلصنا جولتنا في شارع السد، كانت جوله سريعه زي ما قلت لكم. حاولنا نشوف شارع السد بالليل بيبقى شكله عامل ازاي. انا اسف طبعا الشارع زحمه جدا جدا، خلاص كل الناس دي اللي موجوده اللي لسه ما اشتراش فهو لا يعني جاي يلحق قبل ما رمضان يدخل عليه ويشتري، ان كانت زينه رمضان او يميش رمضان او اي حاجه تخص رمضان هتلاقيها هنا في شارع السد. وخلاص كده برضو احنا وصلنا لنهايه جولتنا، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ودي كانت اخر حلقاتنا في استقبال القاهره لشهر رمضان، وان شاء الله لما يبتدي الشهر الكريم نبتدي نعمل بقى جولات ليالينا في رمضان ونستمتع بيها مع بعض. اتمنى في اخر الجوله لو الجوله عجبتكم تدوس لايك على الفيديو وتعمل لي كومنت، ولو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفي نهايه كل حلقه كالعاده هنقول انتظروني فيديوهات تانية كتير، وكان معاكم احمد، والسلام عليكم ورحمه الله.